السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا نتفق على شغلة وحدة. بغض النظر عن تصريحات خوسيلان المستفزة، يعني عم بيصرح تصريحات تقول هو بارك بكوكب المريخ ونحن باركين بكوكب الأرض، يعني شيء مستفز لأبعد الحدود. هاي واحد. اثنين، طبيعة خوسيلان ما بيغامر باللاعبين الجدد يلي بيجوا للمنتخب. تمام. انا برايي الكابتن خوسيلنا راح يعتمد على اللاعبين يلي لعبوا معه بكاس العرب. يعني مثال بحراس المرمى شاهر الشاكر، عبد الله الشامي كمان لعب معه بكاس العرب، زكريا حنان على اليمين، عبد الرزاق محمد على اليسار، هدول كانوا معه بكاس العرب. الوجه الجديد يلي بقلب الدفاع فارس أرناؤوط يلي هو دي يلعب. قلب الارتكاز انا برايي دي يكون يا احمد الاشقر يا محمود النايف. يا احمد اشقر يا محمود النايف. انا حطيت احمد الاشقر. الصلخضي يكون هو صانع العاب، وانا الزهان على اليسار ومحمد حلاق على اليمين. الصلخضي يكون صانع العاب بخط الوسط، بينما يكون رقم 10 يعني ورا المهاجم مهاجم تاني محمود الأسود، وبالهجوم ما في غيره يعني محمد مصطفى. هاي كانت من وجهة نظري تشكيلة المنتخب السوري الأقرب لمباراة بكرة. واللاعبين يعني مثل محمود الأسود، الصلخضي، محمد الحلاد، دول كانوا كلهم عم بيلعبوا بكأس العرب مع الكابتن خوسيلنا. هذا كان كل شيء لليوم. نتمنى التوفيق لمنتخبنا بكرة، ومباراة إن شاء الله بسيطة وهينة على المنتخب السوري. وسلام.